شكل النادي الاهلي هيودع الدوري زي ما احنا بنودع كده الخلفيه الرمضانيه وبنودع رمضان كل عام وانتم بخير. واحد يقول لي يا عم لسه بدري نودع دوري ايه ده، احنا لسه يا دوب بنقول بسم الله الرحمن الرحيم في الدوري وما لعبناش مباريات اصلا في الدوري. هقول لك ما هو انت لو هتلعب كل مباراه في الدوري بالشكل وبالاسلوب اللي انا بشوفه ده، تخسر مباراه وتتعادل مباراه وهتضيع نقط بمنتهى الرعونه، يبقى لا، يبقى استنى عندك، انت مش هتكمل في الدوري، انت مش هتاخد الدوري، انت الدوري هيضيع منك. انت بتلعب مباراه على كل فين وفين في الدوري، كل ما تيجي تلعب مباراه هتتعادل، كل ما تيجي تلعب مباراه هتخسر نقط. لا طبعا، لعيبه النادي الاهلي ظهرت في نهايه المباراه برعونه، ويعني انا مش لاقي وصف للشكل اللي ظهر بيه لعيبه النادي الاهلي في نهايه المباراه. رعونه كبيره جدا ولا مبالاه كبيره جدا من لعيبه النادي الاهلي في نهايه المباراه في انهاء الهجمات، وكانهم كسبانين 3-4 والامور كده في صالحهم وخلاص هم كسبوا والفريق التاني يستحيل يرجع والكلام ده كله. بدل ما احنا ما كنا اللي بنسجل اهداف في ال90 بقى احنا اللي بيدخل فينا اهداف في ال90. يا راجل كم كوره تجيلنا في نهايه المباراه اللعيبه تنهيها بشكل غريب جدا، واللعيبه بتلعب على الواقف ومفيش حد بيتحرك، مفيش حد حتى من بره الخطوط بيقول للعيبه العبوا، بيعنف اللعيبه، بيحركهم، بيشغلهم، بيقول لهم لسه النتيجه فرق واحد ممكن نتخطف في ثانيه. مفيش حد قال الكلام ده، واللعيبه في ارض الملعب مستمره في رعونتها وفي تضييعها للفرص وحاجات غريبه جدا جدا. هتقول لي كولر النهارده تدخلاته في المباراه يمكن دي من اكتر المباريات اللي كولر تدخل فيها تدخلات صحيحه، ومن اكتر المباريات اللي كولر اشتغل فيها صح في الفتره الاخيره من وجهه نظري. لكن اللعيبه على ارض الملعب في حاله كده انهم دوري ايه نلعب فيه يا عم؟ احنا لعيبه كبيره قوي، احنا ليه بنلعب في افريقيا، نروح كاس عالم، نروح مباراه كبيره جدا بره في السعوديه ولا في اي مكان من الاماكن الحلوه النظيفه دي، انما دوري ايه اللي هنلعب فيه ده؟ تحس اللعيبه على ارض الملعب بتقول كده، دوري ايه اللي هنلعب فيه؟ دوري ايه اللي انتوا عايزيننا ناخده او نكسبه او كده؟ يا عم ده احنا نكسبه بمنتهى السهوله يا عم، ده فرق الدوري دي ده ده احنا بنلعب ريال مدريد وبنلعب ابطال قارات وبنلعب فرق كبيره وبنروح نلعب فرق في افريقيا ابطال الدوريات بتاعتهم، تيجي تقول لي فرق الدوري عندنا ده احنا بمنتهى السهوله نكسب؟ ده لسان لعيبه النادي الاهلي النهارده، استهانوا جدا بمباريات الدوري، المباراه دي والمباراه اللي فاتت والمباراه اللي قبلها استهانه كبيره جدا بمباريات الدوري. كل ما النادي الاهلي يرجع الدوري بيكون فيه استهانه كبيره جدا. وطبعا دايما بنقول ان كل مباراه انت بترجعها في الدوري بعد مباراه في افريقيا او مباراه خارج الدوري بتكون صعبه عليك، ودلوقتي خلينا نقول ان احنا تقريبا بقينا بنلعب بره الدوري اكتر ما بنلعب في الدوري، فبقت مباريات الدوري هي اللي غريبه على المباريات اللي خارج الدوري زي افريقيا او ما الى ذلك. فلعيبه النادي الاهلي انعدام الروح فيها في نهايه المباراه كان غريب جدا بالنسبه لي، غريب جدا جدا. لعيبه منعدمه الروح، جمهور مش موجود، ما اعرفش الوم على مين ولا اقول على مين في قصه الجمهور دي. فين جمهور النادي الاهلي؟ فين جمهور النادي الاهلي اللي كان بيحرك الصخر؟ جمهور النادي الاهلي اللي كان لو الفريق في ايه تبص تلاقي الجمهور ورا الفريق، تبص تلاقي الجمهور مدي ظهره للملعب وقاعد يشجع ومالوش دعوه الفريق في ارض الملعب كويس ولا وحش، خسران ولا كسبان، بيجيب اهداف ولا بيدخل فيها، مالوش دعوه الفريق في ارض الملعب، هو مدي ظهره للملعب وشغال هتاف وشغال تشجيع للعيبه على ارض الملعب والاسم النادي الاهلي والكيان النادي الاهلي، ان النادي الاهلي يفوز ويكسب لحد اخر ثانيه وهما بيشجعوا، انت خسران كسبان هم لحد اخر ثانيه بيشجعوا. فين جمهور النادي الاهلي؟ فين الحضور الجماهيري؟ انا مش عارف ايه قصه الجمهور ولا لوم على مين في قصه الجمهور ولا ايه المشكله في قصه الجمهور. انا مش عايز اتكلم فيها عشان يعني دي قصه يعني انا الحقيقه مش فاهم لها اسباب ولا فاهم لها سكه ولا دنيا. فتعادل للنادي الاهلي في الدوري قدام انبي بهدفين مقابل هدفين. النادي الاهلي بيسجل الاول عن طريق كهربا، الحقيقه هدف جميل جدا اللي هو ولا احلام العصاري، محمد طاهر بيرقص واحده في الثانيه وهوب بيرفع عرضيه جميله جدا، لا وكهربا اللي بيسجلها بدماغه، يعني كهربا نادرا ما بيسجل بدماغه، كهربا برده بيسجلها بدماغه. وقلنا بس خلاص العيديه ان النادي الاهلي وصلت، هوب تلاقي خطا جسيم جدا من محمد هاني وطاهر، يعني محمد هاني ضمم لجوه قوي، طاهر برضو مش مغطي مكان محمد هاني، فانت طب ليه هاني ضمت له جوه ما دام طاهر مش مغطي مكانك؟ عدم انسجام ما بين الاثنين. محمد هاني في التغطيه الدفاعيه 0 على الشمال، هجوميا ممكن 0 على اليمين، مش عارف في ايه. عموما انبي بيرجع بالتعادل، ثم بنجيب الثاني عن طريق كهربا برضو بهدف جميل جدا جدا جدا، وقلنا ماشي العيديه رجعت يا اهلي. في 90 بعد ما كنا احنا اللي بنسجل بقى احنا اللي بيتسجل فينا، وانبي بينجح ان هو يسجل جول
تحرك سيء جدا جدا لدفاع النادي الاهلي في الركنيه اللي جت لانبي في نهايه المباراه، وبينجح ان انبي يسجل. طب ما انت كان معاك فرص، طب ما انت جات لك كذا فرصه تقدر تسجل منهم، ما تسجل وتخلص المباراه. ما فرق الهدف ده مش بيضمن لك المباراه، سجل وغطي الهدف بهدف عشان تكسب وتلعب مستريح. لا، رعونه من لعيبه النادي الاهلي، واستخفاف بمباريات الدوري، واستخفاف ان هو او استكبار على مباريات الدوري وعلى لاعبي الفرق الاخرى من فرق الدوري. يعني الوصف اللي انا اقدر اقوله لك النهارده ان لعيبه النادي الاهلي مستكبره على انها تلعب في الدوري، وشايفه نفسها اكبر من اللعب في الدوري المصري بعد الاضواء اللي هم راحوا فيها الفتره الاخيره من افريقيا ولا كاس عالم. مش عارف اقول ايه، بس سبب تعادل النادي الاهلي لا هو خساره النهارده. النادي الاهلي بالنسبه له التعادل خساره. سبب تعادل النادي الاهلي النهارده هو رعونه اللعيبه وانعدام الروح عند اللعيبه واللامبالاه اللي اتوجدت عند اللعيبه في نهايه المباراه، وانهم ما كانوش حاسمين للمباراه، وان ما فيش حد من بره الملعب او من بره الخطوط عنفهم وخلاهم يفوقوا لنفسهم ويرجعوا كويس. ولكن تدخلات كولر كانت كويسه على ارض الملعب. الكوكا النهارده كان مختفي، مروان عطيه قدم مردود جيد ولكن باين عليه الارهاق جدا. قفشه النهارده الغائب الحاضر. طاهر محمد طاهر يمكن من افضل مبارياته مع النادي الاهلي الفتره الاخيره. مودست اللي كنا بنقول عايزين يوصلوا عرضيات وصلوا عرضيه في الثانيه، كان بيلعبها من القاهره الاسكندريه. كهربا لاعب جناح. يا كهربا ده بقى انت تلعبه في اي حته هو هيسجل، جناح مهاجم. كهربا ده لعيب كيمياء كده مش معروف، هو ماكينه اهداف. لعبه انا مش بلاقي تفسير ان الكولر يقعد كهربا لحساب مودست، دي انا مش بلاقي لها تفسير. كهربا هتلعبه مهاجم، هتلعبه جناح. يمكن بقالنا من ايام الاتحاد السعودي ما شفناش كهربا بيلعب كمهاجم. النهارده بيلعب كجناح، عفوا النهارده كهربا بيلعب كجناح وبيسجل هدفين الاثنين اجمل من بعض. فكهربا هو ماكينه اهداف. على الكولر ان هو يستغل كهربا وما يضحيش بكهربا لصالح مودست نهائي. لو وسام ابو علي هيكون مهاجم النادي الاهلي الاول وهنلاقي ضلتنا فيه وهيلعب وهيسجل، يبقى كهربا خلاص هو على الجناح ما تستغناش عنه. تبادل بقى وتفاضل ما بين حسين الشحات ورضا سليم مين منهم ممكن يلعب، او تخليهم بدله كمان لكهربا. من وجهه نظري كهربا ده ما يقعدش على الدكه خالص، ده لعيب ماكينه اهداف، اي لحظه ممكن يجيب لك الجول، بيعرف ازاي يوقف عشان يحط الجول. خط الدفاع النهارده عمر كمال عبد الواحد الحقيقه يعني الله يكون في عونه. كولر اي مركز فاضي في الدفاع عمال بيلعبوا فيه، مساك يلعبوا، باك يمين يلعبوا، باك شمال يلعبوا، في نقص في الاجنحه يلعبوا. ممكن المباراه الجايه تلاقيه بيلعبوا كمهاجم عادي. الله يكون في عمر كمان. نفسي اشوفه في الباك اليمين لان هو يعني بيعمل كور حلوه جدا، ولو راح في الباك اليمين بالنزعه الهجوميه بتاعته في مكانه الاساسي الباك اليمين هيعمل شغل كويس. رامي ربيعه ومحمد عبد المنعم كان ممكن تحركاتهم تكون افضل شويه، قراراتهم تكون اسرع شويه، كان ممكن ما يشوفش اهداف في شباك النادي الاهلي. عموما هارد لك للنادي الاهلي، مبروك النقطه لانبي. نشوفكم على خير في حلقات جايه، سلام.